يا صباح الخير. يلا بينا، اول مره اروح اسنا قلت اخدكم معايا. الحقيقه انا يعني كنت بنزل الاقصر كتير جدا شغل العرايس، ولكن اول مره في حياتي انزل اسنا. وطبعا اي بلد بكسر ان انا يعني ما كنتش بنزلها وبقيت انزلها، ده بسبب يبقى تمسك العروسه بيا. بحس هي قد ايه فعلا نفسها ابقى معاها في اليوم ده. انا مش بقدر ابدا اتاخر مع العرايس حبايبي في المواقف دي. فكنت اول مره اروح، فقلت لازم بقى كده ايه يعني اسجل الحدث واسجله معاكم. ومش عارفه ازاي حرفيا طلعت بالمنظر ده، بس قلت مش مهم، الايفاويه من حقهم عليا يشوفوني في اسوأ حالاتي بالدوامه. مشطت شعري كده وقسمته نصين عشان يبتدي يتفرد كده من الدوامه. وهنحط ميك اب نو ميك اب. يعني انا اول حاجه حطيتها مرطب الزبده دي، فيها تنت جميله جدا، بترطب حلوه قوي، هي كوري. المرطب ده انتوا عارفينه برضو، كوري، هو جل الحلزون، ولكن انا لا، كان فاضل شويه منه، رحت ضفت عليه بقى كريم ايد وكريم فيه برفيوم عاليه جدا، وبقيت استخدمه لجسمي، وريحته طبعا وهميه. وزي ما انتم شايفين كده قرب يخلص. بعد كده هرسم حواجبي بباودر، عشان انا عايزه لوك ناتشورال ويبقى هادي جدا عشان الصبح. واصلا انا يعني انا في الغالب اصلا ممكن انزل من غير ميك اب خالص، ولكن قلت كده يعني احط كده شويه تاتشات بسيطه. استخدمت البلاشر الكريمي ده من شي جلام. البلاشر ده حلو قوي، مات تماما، ما فيهوش اي لمعه ولا اي جليتر او كده. وكده بقى خلصت الميك اب اصلا، يعني مش هنعمل اي حاجه تاني. ودوست على شعري خفيف قوي قوي بالمكوى، اصلا عاملاها على درجه او تدرجه عشان بس يعني ياكد على الدوامه. فاهمين الفكره؟ زي ما انتم شايفين كده كل حاجه هاديه جدا. ويجي وقت بقى ان انا اوريكم اول قطعه في اللبس الشتوي اللي جبته جديد. منتظره رايكم فيها، وطبعا هوريكم كل القطع اللي جبتها، لان على دخلة الشتاء وكده قلت بقى ايه نجيب كده شويه حاجات من شي ان. حبيت انوع ما بين يعني انا ما بحبش يا جماعه الشتوي التقيل اوفر ده اللي يخنق، بس انا حاولت انوع، يعني جبت حاجات تقيله وحاجات يعني وسط. القميص ده وسط، مش تقيل قوي، مريح جدا في لبسه، الخامه اللي هو بعرف اتحرك بيها كده، وفي نفس الوقت بيدفي. يعني زي ما انا قربت لكم كده، هو القميص قطيفه خفيفه، حلو جدا، درجته شيك قوي قوي قوي. قولوا لي انتوا ايه رايكم فيها. وطبعا هوريكم باقي الحاجات، انتظروا في الفيديوهات اللي جايه. بالنسبه للجروب اللي طلبت منه اللبس، اكتر حاجه بتتميز بيها ان هي بتجيب الاوردرات بسرعه جدا، الشحن سريع جدا، التغليف بتاع الشحن نضيف حرفيا ومميز جدا جدا جدا. محتاره بقى ما بين الحلقين دول، الحلق اللي هو فيه درجات الشميز والحلق التاني، ولكن استقريت على الحلق اللي فيه درجات الشميز. هنا بقى بصور لكم يا جماعه طريق اسنا، بصوا فيه كمية زرع مش طبيعية، يعني كده تدي راحة نفسية. هنا بقى انا بصور لكم نفسي في العربية. اتبسطت جدا بصراحة بالتجربة، كانت بلد جميلة وناسها جميلة ومنتهى الذوق بصراحة. وبصوا يا جماعة في كده يعني لقطة، كانت الشمس مع الزرع مع النيل، مش عايزة اقول لكم المنظر بجد، يعني راحة نفسية وهدوء اعصاب مش طبيعي. وطبعا البيوت اللي وسط الزرع ده بقى والحقول، يعني ايه الجمال ده. بس كده يا جماعة، واشتغلت ميك اب وفورمة. والنور قطع علينا كده ساعتين، ولكن انا كنت عامله حسابي في الاضاءة وكده. واهم حاجة ان هي كانت مبسوطة وبكل التفاصيل في الاخر، وهي اصلا جميلة جدا من غير حاجة، وشخصية لذيذة جدا جدا. قولوا لي ايه رأيكم في الميك اب وفي الفورمة. هي كانت عايزة كل حاجة سيمبل،